ملاك من السعودية. تفضل يا ملاك. صباح الخير. صباح النور يا ملاك. طبعا أصبح عليك عزيزتي الكرام. بس أدخل الصراحة إني أعتب عليك. علي أنا العتب؟ أيوة. عتبك على العين والراس. العتب مقبول والزعل مرفوض. الذم مغفور. عرفت يا طيب، كثير من جمهور الناس يتابعونك، كنت تصوروا بعد نصراوي جبتوا في المجلس؟ والله ما أسمع. أقول لا النصراوي جبتوا في المجلس. لبيه؟ ارفعي صوتك، أقول الصوت مو واضح مو واضح. مش واضح ولا صوتك. لاعب نصراوي جبتوه في المجلس. ولا لاعب نصراوي. أوكي. ولا لاعب نصراوي قلتي صح؟ أيوة. طيب. عنبري نصراوي. وحنا من محبين المجلس. هذا مثلهم. ولا طيب باقي 50 ثانية. باقي 50 ثانية. طبعا اللي قالوا إحنا تفضل يا ملاك كملي كلامك. طبعا اللي قالوا إحنا نمثل مش نتصرف فيهم طبعا، كلها ملابس لا ملابس. طبعا إن شاء الله بإذن الله يفوز بكرة المنتخب السعودي. وأتمنى أن محمد إيد وإبراهيم غالب وأحمد عباس ريان بلال ينقذون أنفسهم ويبتعدون عن الإصابات. يمكن المنتخب حاجتهم النصر حاجتهم أكثر في الدوري وفي البطولة الآسيوية. أتمنى يبتعدون عن الإصابات. وأنا صراحة يعني في لقطة في مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب اليمني تكلمت عنها. دخلت لاعب اليمني محمد عباس، صراحة أنا حطيت على قلبي، قلت ينكسر خاصة من الإصابة. يمكن موجودين صالح داوود كمان. شكرا ملاك على لا خالد لحظة، لا ننجرف بالعواطف علشان اتصلت آنسة أو سيدة والى آخره. لا خلينا نكون واضحين، نضع النقاط على الحروف مثل ما يتكلمون الأخوان عن الصراحة. أنتم هنا تختارون عبد العزيز العنبري لأنه والله من العربي ولا هذا من الكويت ولا هذا كلام نانسنس يعني لا يدخل العقل بصراحة. وهي تتحدث مع احترامي وتقديري لها، لازم تتعلم البنت ونثقفها. هذه تعتبرهم بنات نثقفها زين. تقول ان شاء الله احمد عباس لا يصاب ومدري مين لا يصاب وينتبهوا لانفسهم النصر يحتاجهم. كلام فاضي ذا مردود عليها وعلى غيرها. امس جاء شرح لي والتحق يومين رباط صليبي غضروف ومشى، ما سالنا هو في الهلال ولا في النصر وخسر الهلال خسر النصر. هذه تحتاج لامثالنا من النقاد يثقفها ثقافه جيده مع احترامي تقديري لرايها. النقاد هنا يا اختي او يا بنتي لا يتم اختيارهم وفقا لميولهم، انه والله هذا نصراوي هذا يتم في قنوات اخرى. هنا يختار الشخص بناء على الكفاءة. صحيح هناك تنوع في الاطياف الجنسيات الخليجية والعربية والى اخره، ولكن ما اختاروا والله على سنة هذا من اهل تعز ولا من وحدة الحديدة ولا من، واختاروا هذا علشان الظفاري ولا فنجاوي ولا انت من رفاعة. كلام صراحة هذا يجب أنها هي وغيرها من المشجعين والمتلقين يفهمون القامات والقيم الموجودة هنا تم اختيارهم. صححني يا خالد جاسم إذا كان كلامي صحيح، صححني يرد عليه بقوة. هل تم الاختيار بناء على القناعة بالكفاءة والقدرة المهنية لتثقيف المتلقي؟ أنتم مختارين خالد سلمان ما أدري أي نادي ينتمي، هو العربي ولا الريان ولا انا ما يهمني. وصلت رسالتك يا كابتن صالح، كلامك صحيح. وصلت رسالتك، كلام منطقي. كلام في اتصال. يقول لك يعني انا حتى لو جيت هنا مثلا صرت احلل مع الاخوان بصراحه لن انتمي لاي نادي قطري. انا بس يشرفني ان اكون في قناه قطريه، او لو جيت لتلفزيون الكويت لن اكون من انصار العربي والقادسي. ساقف على الحياد. ما يمنع يا صالح انك تكون محب للنادي هنا. ما اقول لا، بس ما انت هل ترضى لو قالوا والله احنا جبناك لانك كنت تمثل نادي السد او نادي الغرافه؟ انت على سبيل المثال انت الحين ساعه خاسر ما اسالك سؤال، الحين تكفى طالبك اسالها انت اي نادي تشجع. طيب اوكي صالح الحمادي وعادل معلش يا شباب انا قلت لكم الساعه التوقيت واتصور ان يا شباب بعد اذنكم لو سمحتوا عادل لا بنمشي. لا بس انت يا صالح الحمادي قلت لي تبي مني رد ورد جاهز، فانا بقول باختصار كفيت